ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة نيمو دايز. النهاردة عملنا تحلية سهلة جدا وحلوة جدا ومتناول الجميع وحاجات موجودة في البيت. ايه هو ده؟ شبه ايه ده؟ طيب خمنوا. ده الكريم الكراميل الكداب. طب ليه كداب؟ ليه خليتوه كداب؟ عشان احنا عملناه بطريقة سهلة جدا ومش بطريقة الكريم الكراميل، ولكن كدبنا عشان يبقى كريم كراميل. بس طعمه ايه؟ حكاية. حتة منه مش كفاية. زي ما انتم شايفين كده، اي عيش فينو عندكم في التلاجة او عيش فينو جايبينه طازة تاخدوا منه رغيفين. تمام. وهناخده كمان كوبايتين من اللبن. تجيبوا الخلاط بتاعكم وتروحوا حاطين كوبايتين من اللبن بالظبط. تمام. طبعا التحلية دي من اسهل التحليات اللي ممكن تعمليها بسرعة ومن غير تعب ومن غير مجهود، وانا طبعا بجيب لكم كل حاجة ما فيهاش لا تعب ولا مجهود لان مش بحب اتعب بيني وبينكم. فكده انا حطيت اهو كوبايتين من اللبن. تمام. وهبتدي اقطع العيش الفينو بتاعي حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا بكون محضره البيضتين بتوعي بدرجه حراره المطبخ. اهو حطيت البيضتين بتوعي. وطبعا لازم نحطه، طالما في بيض يبقى لازم نحطه ايه؟ فانيليا. طبعا على حسب ما عندكم فانيليا بواكي كده اوكي حطوا 2. عندكم فانيليا سايله معلقه كده صغيره كامله. تمام. وهنا حطيت نص كوبايه من السكر. طب ليه حطيتي نص كوبايه من السكر؟ لان كده كده انا هعمل كراميل. تمام، عشان ما يبقاش ايه اوفر كده من الحلوى يعني، يبقى يعني حلو جامد قوي. طبعا بضرب اهو، ضربته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. واحط معلقتين من اللبن الباودر. طبعا اللبن الباودر بيدي طعم حلو قوي. موجود اوكي، مش موجود خلاص. ولو عندك طبعا كريم شانتيه طبعا بيبقى تحفه. لو حطيته مثلا معلقتين كريم شانتيه، بس انا للاسف ما كانش عندي. تمام، لان انا عملته قبل كده بكريم شانتيه كان خطير. وابتدي اضربهم كده في الخلاط كويس جدا. لازم الخليط بتاعي يكون مضروب كويس جدا في الخلاط. كده الخليط بتاعي خلاص اتضرب كويس جدا. هجيب بقى كوبايه من السكر. تمام. وابتدي احطها في طاسه على النار من غير ما احطش معاها اي حاجه خالص. وابتدي اسيح السكر بتاعي عشان يعمل لي الكراميل اللي انا عايزاه. تمام. وافضل يعني هفضل سايباه كده لحد ما ابتدي الاقيه كله ساح خالص، لان ما بحبش اقلب كتير فيه. تمام، لحد ما نوصل للون الذهبي بتاعنا الحلو ده. هتشوفوا لونه هيبقى عامل ازاي. خليكم معايا. ما كنتوش حطيتوا لايك، يا ريت تحطوا لايك. بليز حطوا لايك. هنا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط هيبتدي السكر بتاعي يسيح ويدي اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه كده. طبعا هفضل سايباه واكون موطيه البوتاجاز على الاخر خالص عشان مش عايزه السكر بتاعي يتحرق. تمام، لحد ما يوصل للون الذهبي ويسيح خالص معايا. هنا هو ساح خالص معايا. تمام، زي ما انتوا شايفين شكله حلو جدا. لازم بقى ايه؟ اطفي على طول. تمام كده. وهبتدي احطه في الصينيه بتاعتي. كده انا حطيته في الصينيه بتاعتي خلاص. طبعا الخليط اللي انا كنت عاملاه اللي هو العيش الفينو واللبن والبيض والفانيليا هبتدي احطه كله على الكراميل بتاعي ده. بس استنى شويه لحد ما الكراميل بتاعي ايه يعني، يعني يعمل شويه اللي هو يعني يبرد شويه. اوكي. كده انا حطيت اهو. كده حطيت الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وطبعا بكون مولعه الفرن بتاعي قبليها بحوالي ربع ساعه
على درجة حرارة 180. اوكي. طبعا انا حاطة صينية في صينية تانية. تمام. الصينية التانية دي ليه؟ عشان هحط فيها مية سخنة وهدخلهم في الفرن. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت مية سخنة اهو ودخلتها في الفرن. قعدت في الفرن حوالي ساعة بالظبط. تمام. وطلعت بعد كده قلبتها زي ما انتم شايفين كده بالظبط، حطيتها في مية سخنة تاني وقلبتها، وبقى شكلها خطير وطعمها حلو جدا، ما بتاخدش وقت معانا، سهلة جدا. كريم كراميل ولا مش كريم كراميل، كداب ولا مش كداب، ما يهمش، المهم طعمه زي السكر وطعمه زي العسل. وقدرتي ان انتي تستخدمي العيش الفينو في اي حاجة ممكن تعمليها. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون سهل وحلو ويكون خفيف على قلوبكم. اقول لكم ايه، مع السلامة.